السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم مروزية معروفة، المروزية المغربية بمناسبة عيد الأضحى. بسم الله على بركة الله. ندوز المكونات. هنا عندي اللحم، يعني الطروف من العنقرة. كيف ما كتعرفوا المروزية كتبغي تكون فيها العظم واللحم، يعني الطرف المناسب يعني اللي كتجي فيه زوينة هي ديال العنقرة. مهم الكمية كتبقى على حسب أفراد الأسرة. غادي ندوز المكونات باش غادي هنا عندي كاس ديال الماء باش غادي نخلط ديك العطريه. هنا عندي كاس خلطته بالزيت البلديه والروميه، كثرت هنا الزيت الروميه على البلديه. وهنا عندي واحد الكميه ديال الزبيب بالعظم. مهم الكميه كتبقى على حساب الافراد الاسره وشحال ديال الكميه ديال اللحم. هنا عندي شويه ديال اللوز. هنا عندي السمن، الزبده بلديه يعني السمن. وهنا غادي نستعمل واحد 2 معالق ديال السكر سنيده. وبالنسبه للتوابل عندي هنا البزار، عندي شويه الملحه، سكينجبير، القرفه، الخرقوم. وهنا عندي المروزيه، معلقه كبيره ديال المروزيه. هادو هما المكونات وندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه للمروزيه للناس اللي كيبغيو يحتفظوا بها ما يديروش البصله. بالنسبه للبنات المبتدئات واللي بغى يديرها كطبق رئيسي يطيبها ويحطها ديك الساعه ممكن نديرو البصله. المهم انا بالنسبه لي المروزيه ديالي ما كنديرش البصله بصفه نهائيه، سواء طبق رئيسي سواء غادي نخليها في الثلاجه. بالنسبه للبنات المبتدئات هنا غادي ندوز باش غادي نشرمل الحيمه ديالي. هنا الزيت غادي نطرفو حتى نشرمل اللحم. وهنا الزبيب غادي نحتفظ غادي نغسلو نرقدو ريتما غادي نضيفو في المرق في المروزيه. وهنا اللوز كذلك غادي نغسلو نديرو التسلق وغادي نحمروه في الزيت. هنا غادي ندوز باش غادي نخلط ديك الشرموله باش غادي نرقد فيها اللحم. هنا كيف ما قلت لكم السمن زبده بلديه يعني ما حار، ما مهم كنديرو في الفريكو باش ما يحررش. هنا كنضيف واحد شويه ديال الماء باش غادي نخلط ديك الشرموله ديالنا. وبالنسبه اللي عنده الوقت هكا يعني المروزيه كتبغي داك الحماض ديالهم يترقدوا ويبقاو، يعني بحال مثلا نديرهم في الثلاجه هاد الليله والغد ليه نديرهم في الغداء او نديروهم في الصباح باش يعاد نصبوا بها. كيكونوا داك الحماض شاربين ديك العطريه ما نضيفوش غير الزيت، نديرو التوابل كاملين الا الزيت تنخليه حتى لاخر مرحله صافي. وكنغطيوه بلاستيك غذائي وكنحتفظوا به في الثلاجه قد ما شربات قد ما كتجي زوينه. وبصراحة حتى هاد الطريقة اللي تبعتوها بالنسبة للبنات المبتدئات هما تبارك الله راه كلشي كيعرف المروزية. المهم هذه هي المعتمدة عندي منذ سنين، يعني وانا من نهار وليت يعني بديت نصبر راسي وانا هذه هي الطريقة ديالي. وبصراحة اللي كلاها كتعجبو ضروري ما نديروها في العيد يعني بمناسبة عيد الأضحى ضروري ما تكون. شي مرات كندير كميه نيس وكنحتفظ ليها في الثلاجه، يعني راه تبقى حتى الاسبوع ما كيوقع لها حتى حاجه غير ما تكونش فيها البصله البنات. هادشي اللي كاين. هنا البنات راه نسيت الضويمه ديال الزعفران ما حطيتهاش معاكم، واللي عنده الزعفران الحر يستحسن. المروزيه كتبغي زعفران الحر، ولكن لما حضرش ما حضرش يعني ماشي نقديو باللي كان نقديو اللهم هذا ولا داك الملون الاخر حتى هذا كيعطي واحد الكولور زوين لون ذهبي حتى هو فيه المذاق شويه. المهم نقديو عدي صافي. هنا غادي ندوز باش غادي نشرمل الحماس ديالي. هنا ما كانش عندي الوقت تقريبا خليته غير ديك ساعتين، هي ساعتين تقريبا اللي خليته انا مرقد. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا كنحاولوا ندخل مزيان ديك الشرموله. كيف ما قلت لكم راه الطرف الزوين اللي كتجي فيه هو ديال العنقره او الصلصول، يعني الصلصول
يعني المروزيه كتبغي تكون فيها شويه اللحم شويه العظم. صافي هنا غادي نشرم اللحيمه ديالي كامله وغادي نغطيها ونحتفظ بها جانبا. المهم هاد الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد الاسره. بالنسبه لينا هاد الكميه عندنا حنا 4 اشخاص، يعني بركه تبارك الله 4 طروفه. وبالنسبه للبنات اللي يسولوا على المروزيه انا كنستعمل غير قاقله وبسيبيسه، وحتى لاخر لحظه عاد كنطحنها ونصبيها. هنا غادي ندوز الكوكوط باش غادي ندير اللحيمه ديالي من بعد ما خليتها واحد ساعتين تقريبا. راه شربات، وما نديروش غير الزيت حيت الا درنا الزيت ما كيخليش العطريه تشرب اللحم يشرب العطريه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا راه ما غنقليها ما والو، يعني كنضيف اللحم. هنا داك العطريه كنبغيش نضيعها، يعني حرام تضيع. صافي بشللت داك شويه ديال الميها وغادي نزيدها على اللحم. نفسو حنا ما كنبغيو نضيعو حتى شي حاجه، وعطريه زوينه علاش غادي نلوحوها في اللافابو. وصافي هنا غادي ندير الكميه اللي ما غادي نزيد ما والو، يعني انا كندير في الاول كميه وكنحبس. هنا غادي نضيف الزيت بما اننا راه اللحم شارب لينا. هنا غادي نضيف الزيت، هذا غير كاس صغير مخلط ما بين البلديه والروميه. وهنا صافي غادي ندير الماء الكافي كما قلت لكم اللي ما غنبقاش نزيد، يعني باش كتطلع تبارك الله معلكه وزوينه. البنات هاد المروزيه كلينا وهاد الفيديو يلا كساب اللوحو جات ما شاء الله معلكه ما تشبعوش منها. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت بقات لي هذيك ال10 دقائق الاخرى. كيف ما كتشوفوا راه لاصوص اللي بقى على ديك الكميه اللي درت هو هذا، وما غادي نزيد شيء باش تجينا ديك المريقه تبارك الله خاطره ملبيه. هنا كيف ما كتشوفوا راني درت الزبيب من بعد ما غسلت ورقدته. وهنا غادي ندير واحد 2 معالق ديال سنيده. للامانه البنات كان عليا ندير غير معلقه واحده، لان بصراحه جات حلوه شويه مع داك الزبيب حلو. المهم الناس اللي ناقصين الحلاوه ممكن يضيفوا غير معلقه ديال سنيده، او اللي يديروا معلقه ديال العسل الا توفر. انا ما عنديش العسل درت سنيده، ولكن جات حلوه شويه. الناس اللي ناقصين يديروا غير معلقه. وهنا صافي هنا ما غنصد لا كوكوط لا والو، غادي نبقى بحال هكا كنحرك وما غادي نحيدش على البوطه، لان ملي كنديروا السكر صافي خصنا نبقاو مقابلينها باش ما يتحرقش لينا وتضيع لينا المروزيه كامله. يعني في هاد الاثناء كنحل الكوكوط وكنبقى مراقباها انا وصافي، وكنهزو مره مره هكا باش ما تلصقش لينا من تحت. كيف ما كتشوفوا راه جات مدغمره ما شاء الله. بدات تاخد داك اللون الذهبي ديالها. ملي كتحل الكوكوط راه كتاخد داك اللون. هنا صافي ما بقى لي غير تقريبا واحد 2 دقائق 3 دقائق غادي نغطي عليها شويه د اللون صافي وغادي نطفي عليها. كيف ما كتشوفوا غادي نخليها 2 دقائق 3 وصافي غادي نطفي عليها. غادي نخليها غير بحال هكا مبسمه. هذا هو الشكل النهائي ديال المروزيه ديالنا. كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كتجي مدغمره، يعني اش غادي نقول لكم، جات غزاله غزاله مدغمره وجات داك اللحم فتي ما شاء الله ما تشبعوش منها. وإلا بقيتوا البنات حتى لهاد الفيديو بقيتوا متابعين معايا، ما تنساوش البنات اللايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. لايكاتكم البنات. وهنا كيف ما كتشوفوا تزين باللوز مقلي. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش اللايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.